ماتش الاهلي وفيوتشر، انا اقول لك من اول الشوط والاهلي ضاغط ضغط عالي. في الدقيقه 13 جت ركنيه للاهلي عادي، لا مش عادي، ومعلول رفعها على راس كهربا، بس جنش جابها من جوه جون كده على الريق، وبقينا 1-0 للنادي الاهلي. النادي الاهلي يا سلام على بعد الجون الاول فيوتشر راح غلط، سايب مساحات قدام الاهلي. يا راجل يا طيب ما تغلطش الغلطه دي تاني قدام الاهلي فايق وبيضغط ومستحوذ، كمان هتفتح له مساحات؟ مش غلط؟ استقبل بقى. والجون التاني للنادي الاهلي وبيعملوا الشحات. صدى في لقاء الماضي حسين الشحات، انطلق حسين يحطها في اليمين كهربا لحسين، ما خرجش جنش. حسين عملوا حلو قوي الصراحه. وبعدين ايه ده يا جنش؟ ها ايه ده؟ عرفت ليه ما رحتش المنتخب ولا لسه ما عرفتش؟ اصلا كنت زعلان قوي يعني. وحصلت حاجه غريبه بعد الجون التاني، الحكم لسه ما بدأش لعب اساسا، واللعيبه كلها واقفه مستنيين اللعب سواء فيوتشر او الاهلي، بس عبد الكبير الوادي قال ماليش دعوه انا هلعب لوحدي كده. توقف اللعب قبل ان تكتمل الهجمه، و2-0. برافو يا حبيبي برافو، روح اقف مكانك بقى عشان نبدا لعب تاني. وبيخلص الشوط الاول 2-0 للنادي الاهلي، والشوط التاني كان فيه كلام تاني خالص بقى. الاهلي اي نعم كان ضاغط ومستحوذ وبيعمل فرص، والماتش كان خلصان. ده حتى الحاج كولر نزل مودست، يعني الماتش خلاص خلصان. ليه وليه لازم شوبير يرجعهم تاني للماتش؟ هما خلاص كانوا ناموا ننا. شوبير بيغلط غلطه بيجيب الجون الاول لفيوتشر. صالح اللقاء نشوف ربع ساعه مختلفه، ادي مصطفى وادي ان اللقطه دي كانت هتجيب لي شلل رباعي. قاموا فاقوا علينا، وفيوتشر راح جايب الجون الثاني علشان يتعادلوا مع الاهلي 2-2. عادل لعبها لمحمد محمود، بيجرب. يا لهوي هو ريمونتادا يحسب لهم بصراحه، وبيخلص على كده الشوط الثاني 2-2، وبنوصل للاكسترا تايم. الشوط الاول ما حصلش فيه اي حاجه وبرده طلعنا تعادل. الشوط الثاني الاهلي ضاغط لحد ما فاجئنا الحاج مودست في الدقيقه 114. يا مودست يا عبد الصمد، عبد الصمد. مودست بيجيب الجون الثالث يا رجاله. علي يعمل عرضيه لمودست، اول ما نقل لكم اخر واحد كنت اتوقع ان هو يجيب الجون، وما كملناش لقينا في الدقيقه 117 كريم فؤاد بيجيب على طول الجون الرابع. الوانه الحمراء، الاهلي التاريخ اللي يعيش وارث يتجدد وروح ينبض، وادي كريم فؤاد. الجون ده كان جون الراحه النفسيه والطمانينه كده، كاني كلت هولز كده. احنا ما كناش قلقانين قوي يعني، احنا كنا متاكدين من الاهلي علشان هو بابا الشغلانه. الأهلي يا سادة، قلناها مرارا وتكرارا، هو بابا الشغلانة. والعو اللي منيم افريقيا من المغرب. ولو في حد يعني كان بيتفرج على الماتش مستني الاهلي يخسر عشان يقوم يحفل، معلش سهرناك معانا. اوعى تآمن للاهلي ابدا، اوعى، لازم تستنى لما الحكم يصفر عشان صدقني هيفاجئك. مبروك يا اهلي السوبر للمره الثالثه على التوالي. سلام.